تمام، تعال انت كمان. هاجي انا معاكم. ايوه، امال ايه؟ ماشي يا عم. تمام يا شحال. كل سنه وانت طيب يا شحال. طيب يا ريس. كل سنه طيبين. كل سنه وانت طيب يا شحال. اقول استاذ علي. تسلم ايديك يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب يا استاذ علي. طيب يا استاذ علي. ايوه، شكرا عم نجيب على هديك جميله دي. كل سنه ياخذ لك واحد. يا باشمهندس. سلام عليكم. اللحظات اللي انتوا شايفينها دي هي ملخص حكاية بدت من أسبوع، حكاية جبر خواطر وعشرة ومحبة حقيقية. دخلنا المحل عند الأستاذ علي جاري وصاحب محلات الأندلس لبيع الإكسسوارات الحريم والمنظفات. الأستاذ علي ده مش مجرد صاحب محل، ده راجل مربى أجيال بجد يعني. ده مدرس لغة إنجليزية في الثانوية العامة عندنا في البلد، ومن الناس اللي لسه متمسكة بالأصول، حتى بيرفض تجارة الدروس الخصوصية، وبيساعد كل الطلاب المحتاجينه بدون أجر. يعني حتى ابن أنا هو الأستاذ علي جاري في يعني المحل بتاعه جار الورشة بتاعتي أنا. فابن ما كان في الامتحانات بيبتدي يذاكر، كان بيقول لي لو احتاج حاجة يجي يلمها معاه، فكان بينزل يلم معاه الامتحانات والمراجعات النهائية، وكان بيرفض ان هو ياخد اي مليم، اي جنيه كان يرفض ياخده. والنهاردة جه الوقت ان انا ارد له جزء من الجميل اللي عليا. وعم نجيب عمل له المفاجأة اللي هي مفاجأة الفانوس دي صراحة يعني. الحكاية بدت من أسبوع. جه عم نجيب عندي الورشة. عم نجيب ده طبعا من الاسم انتوا عارفينه، هو راجل مسيحي قلبه أبيض زي الفل، وهو بيعز الأستاذ علي من زمان، يعني هم أصحاب مع بعضهم. فجي قال لي تعالى يا بطل، عايزك تعمل لي فانوس. الأستاذ علي كان نفسه فانوس كبير يزين به المحل بتاعه في رمضان، وأنا قررت أعمل له مفاجأة. عم نجيب ما كانش بيفكر في الفانوس هيكلف قد ايه، ولا في تعبه. وهو كان بيفكر بس ازاي يفرح صاحبه، يعني ازاي يفرح صاحبه في العيد. هي دي مصر اللي احنا اتربينا عليها، اللي هي فيها فانوس رمضان، ومسيحي ومسلم كلنا واحد يعني، كلنا مفيش اي اختلاف. قعدنا مع بعضينا وابتدينا نرسم رسم كروكي. عم نجيب كان طموحه عالي شوية، يعني هو قال لي مش مهم التكلفة، أنا كل اللي أنا عايز حتة فانوس يليق بمحل الأستاذ علي ويليق بقيمة الأستاذ علي. أنا عايزه ما يقلش عن، يبقى أطول مني، يعني عايزه بتاع 1.80 1.70 سم. فقعدنا نفكر وابتدينا نحط الخطوط العريضة مع بعضينا ونرسم رسم كروك احنا واقفين مع بعض، تمام، وبحيث ان احنا نوصل لمقاس معين بحجم معين، بحيث انه ما يضايقش الدخله بتاعت المحل بتاعت الاستاذ علي، وفي نفس الوقت يبقى شكله حلو اللي هو يتشاف من بعيد. يعني فكره عم نجيب اللي هو كان الفانوس لازم يبقى متشاف على مرمى البصر، يكون من بعيد حجمه كبير. فكان عايز الفانوس هيبه كده. المهم قعدنا نعدل في الرسم لغايه ما وصلنا للتصميم اللي انتوا شايفين انا شغال فيه ده. هو بعدين ابتدينا نشتغل واحده واحده. كل حتة خشب الواحد كان بيحطها كانت بتحكي قصة يعني. استقرنا في الآخر إن الفانوس يكون بطول تقريبا 1.80 سنتي. التفاصيل بتاعت الفانوس عم نجيب قال أنا عايزك تعمل لي الهيكل بس بتاعه، وهو هيزخرفه. عم نجيب هيجيب له قماش اللي هو القماش بتاع اللي عليه الرسومات الإسلامية، وهو هيكسيه هو والأستاذ علي هيشتركوا مع بعضهم في كسوته، ويعمل له شغل الليزر وشغل الكهرباء. فكانت مهمة ان انا اوصله للهيكل الخارجي بتاع الفانوس. فاتفقنا على كده وابتدينا نشتغل، وابتدينا كل شوية كم عم نجيب يعدي عليه يبص على الفانوس، وكان كل ما يشوف كل مرحلة بتعدي كان بينبهر هو ما كانش فاكر ان هو هنوصل للمستوى ده. بعد كده وصلنا لمرحلة التقطيع ومرحلة الشغل،
وكان الفانوس واحدة واحدة ابتدى يظهر معنا، مش أول مرة يشوفوا عم نجيب هو متجمع مع بعضين، وأنا عملت له الطول بتاعه زي ما هو عايز بالظبط يعني. فانبهر بيه خالص وفرح بيه. والفرحة اللي شفتها في عين عم نجيب هي نفس الفرحة اللي أنا شفتها في عين الأستاذ علي لما كنت بسلمه الفانوس في بداية الشغل. بصراحة والموضوع مأثر فيها شوية، لأن الموضوع مش قصة خشب وقصة فانوس. الموضوع قصة لما تعمل حاجة بحب ومحبة الحاجة بتطلع حلوة يعني. صدقوني الحاجة بتطلع حلوة، اللي هو حتى يعني أنا عايز أقول لكم إن هو حتى في شغله كان شغله متسهل معايا في الورشة. أنا ما تعبتش في شغله بالعكس خالص. هو يمكن تعبت مع عم نجيب في حتة الرسومات والشكل والمقاس وطوله وعرضه وكده، لكن أنا ما ابتديت شغل لقيت الموضوع الكلام ده صناعية كتير هتفهم كلامي. في شغلانة تبقى كده متسهلة تخش فيها كده تلاقيها كده ماشية لوحدها زي السكينة كده هي وماشية في الجبنة زي ما بنقول. وفي شغلانة تانية يعني انتوا عارفين لما بتبقى متعقدة، حتى لو تبقى واخد حسابها بتلاقيها معقدة، بتبقى معقدة كده لوحديها. فالفانوس طلع بالشكل حلو خالص، شكل ممتاز. وعارفين الفرحة اللي شفتها في عين عم نجيب والأستاذ علي وهو بيطبطب عليه ويقول له كل سنة وانت طيب. دي تسوى، بصوا تسوى حاجات كتيرة خالص. ورمضان عندنا في مصر هو حكاية يعني، ومدرسة. كل البلاد اللي حوالينا بتشوف رمضان في مصر حاجة تانية. يمكن أنا من الناس اللي ما سافرتش برا مصر طول عمري وأنا قاعد في مصر، بس ناس كتيرة والدي وأخويا وأصحابي اللي سافروا وراحوا دول الخليج، وفيهم كمان اللي راح أوروبا. تمام، يقول لك رمضان في مصر ده ليه طعم تاني خالص. فاحنا مصر ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويحفظنا جميعا ويدومها محبة علينا. واتمنى يا رب ان نكون قدمنا حاجة حلوة تكون عجبتكم. سلام ليكم، سلام للجميع. خش انت جنب صح. تمام يا شحال كل سنه وانت طيب يا شحال. طيب يا ريس، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا شحال. ربنا يستر على حضرتك. تسلم ايديك يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب يا استاذ علي. طيب يا استاذ علي. ايوه شكرا عم نجيب على هديك جميله دي. كل سنه ياخذ منك واحد.